انت ليه بتشتمي الشعب المصري؟ الشعب المصري في ايده ايه يعني؟ والله يا جماعة الفيديو استفزني. بجد والله الفيديو استفزني وقايمة بالبيجامة اقسم بالله. خلوني بس البس الكابيشول الاول عشان ارد على اللي بتشتم الشعب المصري. ايوه، بصوا بقى يا جماعة، انتوا لازم تفهموا ان منى الشاذلي صاحبة اللي بتشتم الشعب المصري اللي هي منه، اللي هي سليطة اللسان. تمام. هي بتطالب بسرعة إنشاء الخيم في رابعة ورجوع جهاد النكاح في أسرع وقت ممكن، لأنه وحشها جدا 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 خالص مالص. فلازم تستوعبوا هي ليه سليطة اللسان. مصري 120 مليون، 100 مليون داخل مصر و20 مليون خارج مصر. الشعب طيب معلش بس عشان انا بليده والله العظيم في الحساب. الشعب المصري 120 120 مليون. 100 مليون داخل مصر، اوكي. 100 داخل مصر و20 ايه خارج مصر، اوكي. و20 خارج مصر، تمام. انت بقى بتشتمي ال 100 مليون ولا ال 20 مليون؟ انا عايزه اسال في ده. هو انت بتشتمي ال 100 ولا ال 20؟ هو ال20 دول معظمهم عندِك، فهُم مش مكفّيينِك برضه، أنتِ عايزة ال100. طيب خلاص تمام، حاضر. أنا بُصّي، أنا بالورقة والقلم زي ما كنت معاكِ برضه هانفّذ لِك طلباتِك، تمام. يبقى إحنا كده اتفقنا يا جدعان إن الشعب المصري 120 مليون، هي مش باصة لل20 اللي برّه، اللي هي واحدة منهم، تمام. اللي هي يعني هي بتشتم ال100 اللي هُم جوّه، عشان هي برّه، فهي المصري الشعب المصري خرج على الرئيس الشرعي المنتخب وما الشعب المصري خرج على الرئيس المنتخب. إمم. ديمقراطية والاحترام والمعاملة الآدمية. بصراحة يا منى الشاذلي انت بتتعبي. طيب دلوقتي انا مش عارفه انتوا كنتوا، يعني هي دلوقتي بتقول انتوا ما كنتوش قادرين تستحملوا الديمقراطيه، وما انتوا نزلتوا ليه 25 يناير وبتطالبوا بالديمقراطيه؟ مش انتوا يا جدعان اللي نزلتوا قلتوا عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه؟ انتوا قلتوا الكلام ده؟ يعني حريه هي ما قالتهاش موجوده، لا. كرامه مفيش، عداله مفيش. آه، امال كان في ايه؟ امال انتوا نزلتوا ليه؟ هي قالت ايه؟ قالت الاحترام. احنا ما كناش ما طلبناش الاحترام. يعني اللي نزل، انا كده كده ما نزلتش، انت عارفه يا منى. انا كنت نازله عشان اجيب حلل من سيتي ستارز، انا بتاعت حلل، ماليش انا في الثورات والحاجات دي. وعايزه معامله ادميه والرئيس الشرعي المنتخب للزريبة دي من انا لازم اكل فراولايه قبل ما ارد على على الجزء ده، عشان الجزء ده. طيب انا عايزه اسال سؤال يا جدعان. ولما هي زريبه، هو مسكها ليه؟ هما جم مسكوا الحكم ليه؟ لما مصر بالنسبة لكم حفنة من التراب العفن، لما مصر بالنسبة لكم زريبة، لما مصر بالنسبة لكم ولا نيل ولا أرض ولا عرض ولا شرف ولا كرامة ولا وهي رابعة، واحد اتنين تلاتة، ونقف عند الرابعة، وشرعية وخيم وجهاد نكاح. الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لجمهورية مصر العربية 48 مليونية. انت بتقولي ان الشعب المصري نزل 48 مرة خلال الثمان شهور اللي هو حكم فيهم؟ ده انا لو دخلت على جوجل ودورت فين دولة شعبها نزل 48 مرة مش هلاقي. ده احنا المفروض نخش موسوعة جينز على طول. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، لما شعب ينزل على رئيس منتخب 48 مرة، معنى كده ان الرئيس ده كان كافر وملحد ويهودي وابن جزمة. تلاتة، أنا عايزة أقسم معدل النزول كل شهر. يعني أنا لو هقسم 48 على التمانية يعني 6، يعني كانوا بينزلوا 6 مرات في الشهر على المنتخب.
امال الديكتاتوري ما نزلوش عليه ليه؟ لا والله معادلة صعبة قوي، معادلة ملحدة قوي، كافرة.